السلام عليكم يا شباب. يا رب تكونوا بخير جميعا وكده وكلكم ان شاء الله ثقه وامل في ربنا سبحانه وتعالى ان انت ربنا هيكرمك هتبقى شخص كويس وناجح وما تخافش. الشغل في السوق، الناس اللي لسه خريجه، الشغل في السوق مش صعب، محتاج مهاره، محتاج تتعلم، محتاج تتدرب. اعتقد ان انت لو عملت كده هتقدر تنزل مجال العمل بتاعك وانت شغال بشكل كويس. زي ما اتكلمنا هنعمل ان شاء الله هنبدا دوره مندوب البيع الناجح. انا عايزه مندوب البيع الناجح والمحترف. انا عايزك توصل في المهنه دي او توصل للشغلانه دي للاحتراف. الموضوع زي ما قلت لك، انت عشان تبقى مندوب لازم يكون فيك شويه صفات مهمه قوي. ان انت يكون عندك ثقه في نفسك، يكون شكلك لائق، يكون عندك قدره الاقناع. كل ده بيجي بالتدريب. يكون عندك تحليل هدف، يكون عندك القدره على تحليل هدف، يكون عندك الذكاء الاجتماعي. خد بالك، الذكاء الاجتماعي معناها ان انت تقدر تتعامل مع طائفه كتير من الناس، لان ده العملاء ناس زيه وزيك، وبيبقى قاعد في مكانه. لو انت رحت له او انت بتتعامل معاه بيبقى قاعد في مكانه، هو في الاول في الاخر زيك راجل. فيعني في ذكاء اجتماعي في الحته دي، ازاي ان انت تقدر تتعامل مع الطوائف كلها، مع كل الناس. ودي بنشرحها بعدين في انواع العملاء. دي مهمه قوي. قناة اليوتيوب ان شاء الله مدرسة البيع هتلاقي فيها ان شاء الله كل اللي انت عايزه في حتة ان ازاي تبقى مندوب بيع ناجح. مواصفات المندوب البيع الناجح ان شاء الله على قناتي هتلاقي الفيديوهات اللي هتساعدك. واتمنى ان الناس تستفاد وما تخافش. خش المجال وافتح كده باب رزق جديد لنفسك. هتلاقي الموضوع سهل مش صعب. هتلاقي فرصة ان شاء الله، هتلاقي نفسك فرصة. ما تقعدش وتقول اصل ما فيش فرص. لا، في فرص. في فرص للناس اللي بتجتهد، في فرص للناس اللي بتتعلم، في فرص للناس اللي هي عاوزه. اتمنى ان الشباب يعمل كده. خش المجال وما تخافش وتعلم. اغلط وتعلم. لو ما عملتش كده مش هتتعلم. هتغلط مرة اوكي، هتغلط التانية اوكي، التالتة هتلاقي نفسك خلاص. في قصة كده، كان قصة مشهورة. واحد ماشي في طريق وقع في حفرة، مشي تاني في طريق برضه وفي نفس الطريق وقع في حفرة. تالت مرة بدأ ياخد باله، ورابع مرة غير الطريق. يعني القصص كتير. انا مش عايز اعيد القصص اللي بتقال في الفيديوهات، لان عايز اخلي الموضوع عملي، وعايز اخلي الموضوع قصص جميله والافكار جميله. اتفرج على فيديو يفيدك، اتفرج على فيديو يعلمك مهنه. صراحه الامانه، سيبك من الفيديوهات اللي هي ما بقاش ليها لازمه. تدور على ناس انا او غيري يعلمك ازاي تبقى بياع، يعلمك ازاي تبقى كول سنتر، يعلمك ازاي تبقى كاشير. اشتغل. يعني هي دي اللي انت ابدا تدور عليها، ويبدا الشباب يدور عليها. اتمنى يعني ان شاء الله تكونوا شخص ناجح في حياتك وفي شغلك. اتمنى تستفاد. ونتقابل على قناتي على اليوتيوب، قناه اليوتيوب مدرسه البيع ايهاب الماحي. السلام عليكم شباب. يا رب تكونوا بخير كده وبصحة. صباحكم فل. ويا رب كل حد شغال في المبيعات يقدر يحقق هدفه، لأن تحقيق الهدف هو عصب المبيعات. دايما أي حد بيكون عنده هدف بتاعه، تحقيقه بينجحه ذاتيا، بينجحه نفسيا، بينجحه ماديا. الناس اللي شغاله بالهدف عارفه انا بقول ايه، وعارفه قد ايه ان الهدف ده مهم، وقد ايه ان الهدف ده لازم تعرف تحققه عشان تقدر توصل لاقصى دخل ليك. دايما حسابات الهدف بتبقى متوقفه على المنطقه، وتبقى دايما متوقفه كمان على قوه المندوب. ساعات المنطقه تبقى قويه قوي بس المندوب فيها مش قوي، فبنضطر ان احنا نعمل هدف مناسب للمندوب. لو ما عندكش مندوب تاني تقدر تحطه في المكان ده يقدر يحقق لك الهدف الفعلي للمنطقه. الهدف الفعلي للمنطقه ده من اهم اهداف مديرين المناطق، مديرين المبيعات، ان هو يقدر يحدد الهدف الصح للمنطقه، ويقدر يحط المندوب الصح للمنطقه. في فعلا اختيار المندوب للمنطقه ده مهم جدا جدا، لان بيقدر الراجل مدير المبيعات بيوصل فيها لمرحله ان هو يخلي دي اقصى مبيعات للمنطقه. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع.